السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي تشوفوني فيه. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض شيش طاووق بكبد الفراخ، وهنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهقولك على سر التتبيله اللي هتخلي الطعم معاكي بجد خرافه، وهيطلع معاكي كده جوسي وطعمها جميل جدا. طبعا الشيش طاووق واخدين ان هو بيبقى الفراخ او باللحمه. النهارده بقى هعمله معاكم بكبد الفراخ، ولو مش بتحبي كبد الفراخ باذن الله بالطريقه دي طعمها بجد هيعجبك جدا. وباذن الله هتحوشي كبد الفراخ وهتعمليها بنفس الطريقه اللي هعملها لك النهارده. بس قبل كده يا حلوين ما نبدا الفيديو بتاعنا، شجعيني كده باللايك واشتركي في القناه وشيري الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واللي لسه ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. شوف الفيديو بتاعنا. معايا هنا الكميه اللي انا هستخدمها بكبده الفراخ. طبعا انت اي كميه عندك استخدميها. طبعا الكبده تبقى هنا جزئين، جزء كبير وجزء صغير. هبدا بقى كده اقطع جزء صغير بالشكل ده، والجزء الكبير هقطعه كده نصين بالطريقه دي. يبقى كده الكبده هتكون معايا 3 اجزاء. هقطع بقى الكميه كلها وبعد كده هرجع لك. بعد كده بقى هجهز الخلطة بتاعتي. معايا هنا كمية كويسة من الثوم، ومعايا كمان فلفل احمر ضرباه كده في الكبة لحد ما ينام معايا خالص كده بالشكل ده. البهارات بتاعتي بقى، معايا هنا معلقة من الفلفل الاسمر، ومعلقة كبيرة كده من الكمون، والكمون ده اساسي معانا. ومعايا كمان معلقة من الكزبرة. وهظبط بقى كده الملح بتاعي، وهنزل بقى كده بليمونة هعصرها كده بالشكل ده، وشوية كده من الزيت. دي بقى الخلطة بتاعتي، واقلبها كده بقى كويس جدا. بجد الخلطة دي روعة، جربيها وبإذن الله هتعجبك. وهنزل بقى كده على الكبدة بتاعتي بالشكل ده، واقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض لحد كده ما الكبدة تختلط مع الخلطة بتاعتي. وهسيبها بقى كده براحتها ساعة او 2 لحد ما تشرب معايا الخلطة. بعد ما سبتها كده حوالي ساعتين او 3 لحد ما شربت الخلطة بتاعتي، هبدأ هنا بقى كده اجهز الشيش طاووق. انا معايا هنا عصيان من الشيش طاووق، ومعايا كمان بصل، ومعايا فلفل الوان، ومقطعاهم خرط كده بالشكل ده. اول حاجه بقى كده هبدا بيها الفلفل. هاخد كده قطعه من الفلفل وقطعه من البصل الطرنشات اللي انا عاملاه، واخد هنا بقى كمان قطعه كده من الكبده، واغرزها كده في العصايه بتاعتي بكل سهوله. واحط كمان كده قطعه من الفلفل وقطعه من البصل، وكمان كده قطعه تانية من الكبده. طبعا العصيان دي عصيان متوسطه، يعني لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. الحجم ده كويس جدا للشيش طاووق. واقفل بقى كده بفلفل وبصل معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا باخد هنا كده عصايتين، وهنزل بقى كده بقطعه من الفلفل وقطعه من البصل زي ما قلت لك، وبرده هقفل كده بقطعه من الفلفل ومن الكبده كده ومن الطرف، واغرزها كده في عصايه الشيش طاووق بتاعتي. شايفين سهله جدا. واحط بقى كده بصلايه وفلفلايه، وبرده كده بصلايه، واحط برده كده قطعه كده من الكبده بالشكل ده. هي بتتغرز معانا بكل سهوله. شايفه؟ اي خضار بقى عندك حابه تحطيه وتزوديه مفيش فيها اي مشاكل. اخلص بقى الكميه كلها وارجع لك حبيبي. انا هنا بقى خلصت كده الكميه كلها بالشكل ده. شايفين شكل الشيش طاووق عامل ازاي؟ بجد تحفه. والله الشكل كده يعني خرافه. جميله جدا. شايفين يا سيدي؟ ما شاء الله.
عملت معايا كده كميه كويسه جدا. معايا هنا بقى كده الجريلا بتاعتي. لو ما عندكيش بقى الجريلا دي، ممكن تعملي بقى في طاسه تيفال، اهم حاجه ما تكونش تلزق معاكي. وادي هنا بقى كده دهنه من الزيت، وهنزل بقى كده بنص الكميه بتاعتي من الشيش طاووق بالشكل ده. شايفين هنا بقى بوريكي كده الطبق اللي محضره فيه الخضار، عشان اول ما الشيش طاووق بتاعي يطلع كده من على النار هرص عليه كده على طول. هنا بقى اول ما تاخد صدمه كده معايا بغطي عليها كده على طول علشان تعرق معايا وتستوي منها فيها كده بالعرق بتاعها. على فكره هي بتخش معايا يا دوبك كده 5 دقايق على بعض. اول ما تاخد صدمه زي ما قلت لك كده هتغطي عليها على طول، واول ما تحسي اللي هي احمرت من تحت هتقلبيها بيها كده على الجهه التانية لحد ما تحمر معاكي خالص بالشكل ده. شايفه؟ تحفه بجد والله العظيم، الريحه جنان. خدت معايا كده لون من الجهتين، وبعد كده بقى هطفي عليها واطلعها كده على طول، وكده تكون استوت معايا والخضار كمان مستوي معايا كويس جدا. هنا بقى مسحت الجريلا بتاعتي كويس جدا برضك عشان ما تلزقش معايا، وهحط كده شويه من الزيت بالشكل ده، وابدا بقى انزل كده ببقيه الكميه بتاعتي. طبعا في الاول عملت نص الكميه وده نص التاني، وطبعا النار بتكون عاليه معايا علشان تاخد صدمه كده في الاول، وهتغطيها زي ما قلتلك لحد ما تعرق معاكي وتاخد لون كده من الجهتين، وبعد كده بقى هتطلعيها على طول بالشكل ده. والله مش قادره اقول لكم على الريحه جميله جدا. شايفين ما شاء الله ولا الكباب جه. وبكده بقى خلاص هطفي النار معايا، وكده خلصت الكميه بتاعتي اللي انا عاملاها. شايفين شكل الطبق بتاعنا عامل ازاي؟ بجد يعني شكله تحفه. وبكده حبايب قلبي يكون خلصت الكبده بتاعتي، وطبعا زي ما انت شايفه كده شكلها عامل ازاي. ما شاء الله الكبده بتاعتي مستويه جدا واخدت لون من الجهتين، وكمان الخضار بتاعي متحمر ومستوي معايا. وممكن كمان الخضار ده تشربيه من التتبيله اللي انا كنت عاملاها علشان يبقى الخضار شارب معاكي من التتبيله هو والكبده. بجد والله العظيم لو ما بتحبيش الكبده هتعمليها بالطريقه دي وباذن الله هتعشقيها، وهتعمليها على طول وتحوشي كمان الكبد بتاعتك. طبعا انت عارفين ان كبده اللحمه بقت غاليه جدا واسعار كمان مهوله. فعلى ايه يعني عشان الكبده غاليه مش هناكل كبده؟ لا ابدا والله. عندنا البديل كبده الفراخ. هتحوشيها كده زي ما قلت لك وتعمليها كمان بالطريقه دي، وباذن الله كمان هتعجبك وتعجب كمان اولادك. لازم كده يبقى عندك كده افكار في الاكل علشان تعجب اولادك. يلا لو عجبك فيديو النهارده يا ريت كده تشجعيني باللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.